لماذا عدة طلاق المرأة 3 أشهر وعدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام؟ الجواب: العالم روبرت جيلهوم في معهد ألبرت أينشتاين واختص في علم الأجنة أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية والإعجاز القرآني في سبب تحديد عدة الطلاق للمرأة مدة 3 شهور، حيث فاجأ العلم الحديث الجميع بفعالية علمية تسمى بصمة ماء الرجل، حيث إن السائل الذكري للرجل به 62 بروتينا يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الإصبع، وهي شفرة خاصة لكل رجل. وجسد المرأة يحمل كمبيوتر يختزن شفرة من يعاشرها من الرجال، فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو دخلت أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس هذا الكمبيوتر فيصيبه بالخلل والأمراض الخبيثة. وثبت علميا أن أول حيض بعد الطلاق يزيل 32% إلى 35% من بصمة الرجل، والحضة الثانية تزيل 67% إلى 72% من بصمة الرجل، والحضة الثالثة تزيل 99.99% من بصمة الرجل، ويكون الرحم طاهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة جديدة بدون إصابته بأذى. لذلك فإن ممارسات الدعارة والزانيات يصبن بالأمراض الفتاكة نتيجة لاختلاط السوائل المنوية في الرحم. أما عدة الأرملة فإنها تحتاج لوقت أطول لإزالة الشفرة، حيث إن الحزن يثبت البصمة لديها بشكل أقوى، فتحتاج للمقدار الذي قال عنه الله عز وجل 4 أشهر و10 لتزول بصمة ماء الرجل نهائيا. وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة للقيام بتحقيق في حي أفارقة مسلمين بأمريكا. تبين أن كل النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط، فيما بيّنت التحريات العلمية في حي آخر الأمريكيات متحررات أنهن يملكن بصمات متعددة من 2 إلى 3. وكانت حقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته ليتبين أنها تملك 3 بصمات، مما يعني أنها كانت تخونه، وذهب به الحد إلى اكتشاف أن واحدا من أصل 3 أبناء فقط هو ابنه. وعلى إثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وتقاسك المجتمع، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة على وجه الأرض سبحان الله. وصدق الله العظيم إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إذا أتممت القراءة لا تقرأ وترحل، علق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلك جميع منشوراتنا القادمة، ولا تبخل بمشاركة المنشور في مجموعاتك أو في صفحتك، وجزاك الله خيرا.